هسألك سؤال، هل تسمح ان مديرك في الشغل يفضل مشغلك طول السنة او حتى طول الشهر او حتى طول اليوم من غير ما يديلك الاجر بتاعك ومطلوب منك ان انت ما تتكلمش خوفا على مكانك في الشغل؟ هو ده بداية موضوع حلقتنا النهاردة، وهنبداها بسم الله الرحمن الرحيم كده، والصلاة والسلام على اللي هيشفع فيا وفيك. وما تنساش الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين، ربنا ينصرهم على العدو الغاشم اللي عندهم عاجل غير آجل وعن قريب ان شاء الله. اعتقد ان انت ممكن تكون استشفيت في الكلام بتاعي في اول الفيديو انا بتكلم على مين. انا بتكلم على احمد فتوح فعلا. قبل بس ما تدخل فيا شمال كده مره واحده، انا ضد اي حاجه بيعملها احمد فتوح في الفتره اللي فاتت، بدايه من اللي هو عمله بخروجه من المعسكر بتاع نادي الزمالك قبل الماتش بتاع زد، ونهايه باللي هو بيعمله حاليا والصور اللي بيعملها مع لعيبه النادي الاهلي. ولو انت تابعت الحلقه اللي فاتت هتعرف ان انا اتكلمت على فتوح واتكلمت ان ده شغل غير احترافي. لكن خلينا اتكلم على اللي حصل النهارده، وتويته انا شايفها مثيره للجدل بصراحه ومش في محلها، وهي التويته بتاعت هيثم فاروق اللي اتكلم فيها كلام صريح على احمد فتوح ولو انه ما ذكرش اسمه. هيثم فاروق كتب في التويته دي وقال لك اكتر اللاعبين حقاره هو اللي بيديك ظهره وقت ما انت محتاجه وبيستغل الظروف لفرض شروطه، واغبياء هذا العصر هم من يعتقدون انهم اذكى البشر، وايد قرار مجلس اداره نادي الزمالك. بس هي دي التويته اللي اتكتبت من جانب هيثم فاروق بدون الاشاره الى اي حد اسميا، لكن هي ضمنيا بتشير، واعتقد ان انت فهمت كده انها بتشير لاحمد فتوح. زي ما قلت لك في اول الحلقه كده ان انا ضد اللي كان بيعمله احمد فتوح سابقا، وكمان ضد اللي كتبه هيثم فاروق على الاكونت الرسمي بتاعه على منصه اكس. خلينا كده نفصص التصريح دوت كده حته حته ونرد على كلمه كلمه فيه. بس قبل اي حاجه، جمهور الزمالك جمهور عاطفي، حاجه زي كده ممكن تحرك مشاعر الجمهور ضد لاعب معين بسبب قول نجم من نجوم الفريق سابقا ضد اللاعب ده. فنصيحه ليك يا كابتن هيثم، بما انك واحد من المحللين اللي بيتابعهم عشرات الملايين على بين سبورت، ما تلعبش على وتر الجماهير ده لانه وتر حساس قوي وانت اللي هتتضرر منه بعد كده. هيثم فاروق لما اتكلم في التصريح بتاعه قال لك ان اكتر اللاعبين حقاره هو اللي بيديك ظهره وقت ما انت محتاج له. طب هو الراجل ما اداكوش ظهره في حاجه يا كابتن هيثم؟ هو الراجل ما عملش اي حاجه، الراجل اشتغل معاكم وفقا للتعاقد اللي كان بينكم وبينه، الراجل ما قصرش في حاجه في الماتشات اللي كان بيلعبها مع نادي الزمالك، وهو فعلا من نجوم الفريق، بل كمان هو نجم منتخب مصر في مركزه. فمعلش يعني اي واحد مكانه مش هيقبل ان هو يجدد مع نادي الزمالك، لان هو واحد قاعد بقاله سنه او سنه وشويه ما بياخدش المرتب بتاعه. فده شيء طبيعي جدا. لو اتكلمت مع اي موظف في الشارع وهو موجود في الشركه بتاعته، هل لو انت ما خدتش المرتب بتاعك هل هتوافق ان انت تكمل في المكان دوت ولو كان بيديك مئات الملايين من الجنيهات يعني؟ فهيرد عليك بشكل صريح جدا ان انا كده كده ما باخدش الفلوس اللي هم المفروض مرتبي، فايه اللي هيقعدني في الشركه دي؟ هو ده نفس الوضع بتاع احمد فتوح، الراجل ما بياخدش الفلوس بتاعته، فطبيعي جدا ان هو يدور له على لقمه عيش في حته ثانيه. لكن النقطه اللي تحسب لاحمد فتوح حاليا هو عدم فسخه للعقد بتاعه من طرف واحد، وهو عنده كامل الحق انه يعمل كده، وعنده كامل الحق برضه ان هو يقاضيكم عند الفيفا بسبب الفلوس اللي هو ما اخدهاش لحد دلوقتي. بس سؤال حابب اوجهه لك كده يا كابتن هيثم، هو لو انت فعلا ما اخدتش المرتب بتاعك من بين سبورت ممكن تعمل ايه؟ المهم نرجع نكمل كلامنا، ان احمد فتوح قادر ان هو يفسخ العقد بتاعه من طرف واحد، لان طبقا للكلام والقوانين بتوع الفيفا ان من حق اللاعب لو ما اخدش المرتب بتاعه لمده 6 شهور فمن حقه ان هو يفسخ العقد بتاعه من طرف واحد ويصبح لاعب حر، وان هو ممكن يوقع لاي نادي هو عايزه او يتعاقد مع اي نادي ممكن يعرض عليه عرض كويس. لكن خلينا نكمل التويته بتاعت هيثم فاروق اللي اتكلم فيها وقال لك ان بيستغل الظروف لفرض شروطه. الراجل ما استغلش الظروف ولا حاجه، الراجل بيتكلم دلوقتي احنا في عصر احتراف، زي ما حضرتك اتكلمت قبل كده على موضوع رمضان صبحي واحمد فتحي وعبد الله السعيد. اعتقد برضو كان حضرتك اتكلمت قبل كده وقلت ايه يعني لما ما يجددوش للاهلي، او ايه يعني لما ما ينضموش للاهلي، احنا حاليا في عصر احتراف ودلوقتي الفلوس هي اللي بتتكلم. ولا ده كان كلام حد تاني يا كابتن هيثم؟ حضرتك بتؤيد قرار مجلس الاداره. احنا كلنا كجمهور سواء اهلاوي او زملكاوي شايف ان مجلس اداره نادي الزمالك عنده كامل الحق في معاقبه احمد فتوح وخصم 25% من الراتب بتاعه، وكمان عرضه للبيع نظير اللي هو عمله قبل المباراه بتاعه زد بليله. لكن ده ما يديلكش الحق يا كابتن هيثم تطلع تتكلم على الراجل او تتهكم على الراجل بالطريقه دي. عموما بقى نروح للجانب بتاع احمد فتوح نفسه، وفي محاولات من جانب عمرو الجنايني واحمد سليمان لاثناء
حسين لبيب عن القرار اللي هو قاله قبل كده بعرض احمد فتوح للبيع بحجه عدم تركه للمنافس اللي هو النادي الاهلي. حاليا احمد فتوح ما خلصش مع اي ناحيه تانية، هو حاليا مستمر مع نادي الزمالك، لكن ما فيش اي كلام جديد سواء على انتقال اللاعب لنادي بيراميدز او للنادي الاهلي. الكلام واقف لحد دلوقتي على اخر الاخبار اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. لكن حاليا حسين لبيب مماين شويه في عوده احمد فتوح، بس هو بيشترط 4 حاجات. حسين لبيب طلب اعتذار رسمي من اللاعب على كل منصات السوشيال ميديا، طلب ان كمان ما يكونش فيه مقدم للتعاقد او ما فيش منحه للتعاقد، وطلب تجديد اللاعب برقم اقل بكتير من اللي اللاعب طالبه بتقريبا 10 مليون في الموسم، وطلب كمان ان اللاعب يمضي على لائحه العقوبات بتاعه الفريق. سؤال صغير بس كده لكابتن حسين لبيب والشروط اللي هو حاططها دي، وله كل الحق، بس ايه اللي يصبر لاعب زي احمد فتوح على الطلبات ديت، وايه اللي يخليه يوافق؟ طب يا سيدي قدم السبت عشان تلاقي الحد. مشكله نادي الزمالك على مر العصور ان هم ما عندهمش سياسه التعاقد او سياسه المعامله مع اللعيبه. بص كده على النادي الاهلي، لو بصينا على النادي الاهلي هنلاقي مثلا موضوع عبد الله السعيد او رمضان صبحي. رمضان صبحي لما اتكلمنا معاه قال له انت قدامك ساعه او ساعتين وتنهي الموضوع خالص، يا اما انت معانا يا اما انت مش معانا. تخيل رمضان صبحي وهو النجم اللي موجود في الفريق والنادي الاهلي بيرميه بشكل عادي جدا كده وبيقول له قدامك ساعه تفكر فيها، يا اما معانا يا اما انت مش معانا. لان في النادي الاهلي زي ما بيصنع نجم ممكن يصنع قصاده 10، لان طبيعه وسياسه النادي الاهلي ان الاهلي هو النجم مش اللاعبين اللي موجودين، وعلشان كده النادي الاهلي ناجح في كل سياساته. على عكس نادي الزمالك، احنا ممكن النهارده نطلع قرار ان احنا مثلا هنبيع فتوح، بكره نلاقي ناس كتير بتحاول تماين الدنيا، بتحاول ان هي تقرب وجهات النظر، وخلاص يا جماعه ما حصلش حاجه، صالحوا فتوح هيعتذر، احنا هنجدد مع فتوح، بغرض بس ان انت مش عايز تسيبه للمنافس، او بغرض ان انت ده لاعب كويس وانت مش حابب ان انت تخسره. فعشان كده بقول لك ان ده هو الفرق ما بين الاهلي اللي عنده سياسه معينه بيعتمد فيها بصرامه في المعامله مع اللاعبين، ونادي الزمالك اللي ما عندوش صرامه بشكل كبير زي النادي الاهلي. علشان كده بيحصل مشاكل في نادي كبير زي نادي الزمالك المفروض ان ما يكونش المعامله فيه بالشكل ده. خلصنا كلام بقى عن نادي الزمالك وعن التصريح اللي قاله هيثم فاروق، تعالى بقى نتكلم على موضوع التجديد بتاع علي معلول وعمرو السوليه. عشان بس تبقى عارف ان التجديد بتاع علي معلول وعمرو السوليه كان مركون لحد اخر السنه دي، واحنا حاليا في اخر السنه، والكلام ده كان طالع من مارسيل كولر، قال لهم سيبوا الاثنين دول لحد اخر السنه اما نشوف ادائهم مع الفريق عامل ازاي. فالمفروض دلوقتي ان علي معلول طالب ان هو يجدد موسمين، ونفس الكلام عمرو السوليه طالب ان هو يجدد موسمين، لكن المطروح من جانب مجلس اداره الاهلي هو تجديد لمده موسم واحد بس، ولو اللعيبه دي شاركت بنسبه 75% من المباريات بتاعه الموسم ده فساعتها الاداره تجدد لهم موسم كمان. وده طبعا اللي اثار غضب الاثنين لعيبه لان هم يعتبروا من كباتن الفرقه. لكن تعالى نتكلم شويه عن علي معلول. زي ما كلمتك قبل كده عن علي معلول ان عنده مشكله من ساعه ما ضيع ضربه الجزاء بتاعه الاهلي قدام صن داونز، واللي هي كانت سبب في خروج النادي الاهلي من بطوله دوري السوبر الافريقي. لكن الحاجه الاهم بقى في القصه دي كلها ان علي معلول زعل بشكل كبير جدا من اداره النادي الاهلي ان هم ازاي يعرضوا عليه التجديد موسم واحد وهو ضحى بعروض عربيه كتير جدا قبل كده كانت ممكن تنقله نقله تانية، لكن هو ضحى بالعروض دي كلها حبا في النادي الاهلي. والنقطه الثانيه اللي حابب اكلمك فيها وهي نسبه المشاركه بنسبه 75% على الاثنين لعيبه دول سواء عمرو السوليه او علي معلول. طب انا هسال سؤال، هي نسبه المشاركه 75% من مباريات الموسم دي هي بايد اللاعب فعلا؟ لا، هي مش بايد اللاعب خالص، هي بايد المدير الفني على حسب احتياجاته خلال الماتشات خلال الموسم. فانا كواحد من المشجعين هتكلم باسلوب العاطفه شويه، انا بحب عمرو السوليه وبحب علي معلول، فمن الطبيعي جدا ان انا احب ان هم يجددوا موسمين وهم يفضلوا معانا موسمين كمان. لكن نتكلم بقى بالعقل شويه وهو الكلام على مصلحه الفريق. هل مصلحه الفريق فعلا بتقول ان صحيح ان اتنين لعيبه يبقى سنهم كبير كده ويفضلوا موجودين في الفريق لمده موسمين كمان؟ انا مش بعيب في اللعيبه والله، الاثنين مستواهم كويس جدا سواء عمرو السوليه من قبل الاصابه بتاعته او علي معلول اللي ياما فرحنا وياما جاب لنا بطولات. لكن خلينا نتكلم بالعقل بدل العاطفه، هو فعلا الاثنين قربوا لنهايه الطريق مع النادي الاهلي. لكن بالنسبه بقى للكلام اللي بيتقال في الصحافه اليومين دول والمواقع بتاعه النت والكلام ده ان في تمرد من جانب علي معلول بسبب عدم التجديد لموسمين، تمرد ايه يا ابني انت وهو؟ علي معلول من كباتن الفرقه ومن الكباتن التاريخيه كمان للفرقه، مستحيل ان هو يتمرد على النادي الاهلي. لكن في الاول والاخر هي طلبات مشروعه من اللاعب وكمان طلبات مشروعه من اداره النادي. نروح بقى على موضوع
المهاجم المحلي وهو اوفا مهاجم انبي. عادل القيعي ثعلب الصفقات اتدخل في الصفقه دلوقتي، وهيتكلم بدايه من يوم السبت اللي جاي على ميعاد مع الشريعي رئيس نادي انبي. المهم طلبات نادي انبي حاليا هي 50 مليون جنيه ومش عايزين لعيبه. اما لو انتوا عايزين تدونا لعيبه فالتعاقد هيبقى بمبلغ 30 مليون جنيه نظير اللاعب اوفا، وحط عليهم كمان صلاح محسن بيع مش اعاره. واعتقد ان انا قلت لكم قبل كده ليه ما ينفعش ان احنا نعمل اعارات مع انديه ثانيه، لان طبقا للائحه بتاعت الدوري المصري السنه دي ان ممنوع زياده عن 7 اعارات، والاهلي استنفذ فعلا ال7 اعارات دول، ومش هينفع ان هو يعمل اعاره لاي لاعب تاني من عنده. لكن النهايه في موضوع اوفا ده، اللاعب فعلا شاري الاهلي وحابب جدا ان هو يلبس تيشيرت الاهلي، وانا اتمنى ان لاعب بالطول ده بسم الله ما شاء الله طوله كويس ان هو يكون متواجد في التيم بتاع النادي الاهلي خلال الانتقالات الشتويه ان شاء الله. احب اقول لك ان تم طرح اسم سيد عبد الحفيظ على ترابيزه منتخب مصر. هتقول لي هيمسك ايه في منتخب مصر؟ هقول لك هيمسك المدير بتاع المنتخب مكان محمد غرابه. لكن الاسم بس تم طرحه، ولكن مفيش مفاوضات مع سيد عبد الحفيظ ان هو يكون مديرا للمنتخب، لان مفيش مشاكل ما بين محمد غرابه وروي فيتوريا، والكلام ده اللي قاله حازم امام في تصريحات رسميه طبعا على التلفزيون، وان المدرب ما اشتكاش من الكلام ده. لكن احنا عارفين الفوله واللي فيها ان سيد عبد الحفيظ استحاله يكون متواجد في مكان متواجد فيه حازم امام. ولو اني اتمنى ان سيد عبد الحفيظ فعلا يشغل المنصب ده، لان هو هيقدم وهينقل نقله كبيره جدا للمنتخب او في اداره الكوره في المنتخب. وانا مش محتاج اطول عن كده، ليه ما ينفعش سيد عبد الحفيظ وحازم امام يكونوا متواجدين في مكان واحد؟ اعتقد انت هتكون فاهمها كويس. لكن في العموم لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد نهايه الفيديو، ما تنساش تدوس زر السبسكرايب موجود اسفل الفيديو، وتفعل زر الجرس عشان تابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا يا سيدي واحده لايك كده بس عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. والى هنا ايها الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم. اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.